بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا وسهلا اصدقائي الاعزاء في قناتي محمود المصري للصيانه الكهربائيه. النهارده ان شاء الله هيكون معانا درس جديد ومبسط، بس مش هيكون لاخواتي الفنيين، هيكون لاطفالنا الصغار بمناسبه شهر رمضان الكريم. هنعمل النهارده فانوس باقل التكاليف. يلا بينا. زي ما احنا شايفين دلوقتي مكونات الفانوس بتاعتي. ده برطمان صلصة موجود في كل بيت بالشكل ده اهو. ممكن يكون ازاز بلاستيك يكون افضل. عندي فرخ فوم اللون اللي انت حابه، تعمله مش هيزيد عن 3 جنيه. وحدة اضاءة، شمعة دي انا جايبها ب3 جنيه اهي. المكونات بتاعتي مقص والقلم والمسطرة. يلا نشوف هنعمل الفانوس بتاعنا ازاي. اول حاجة هاجي هنا هناخد القطر بتاعنا بتاع الغطا بالشكل ده اهو. هنبتدي ان احنا نقص الدايرة بتاعتنا. بالشكل ده اهو. هنبتدي بعد كده هناخد من هنا سنتي. الشرايط بتاعتنا هنجهزها اهو. هقطعنا كده هقطع المقاس ده اهوت مجموعة شرايط ونرجع لكم تاني. ورجعنا تاني بعد ما قطعنا الاشكال بتاعتنا بالطول ده اهوت سنتي. عملنا قطر الدايرة 4 سنتي. هنيجي هنا هناخد نص القطر بتاعها بالشكل ده اهو. هاجي هعمل كده اهو. ده كده الغطا بتاعي اهو. هقفل بالشكل ده اهو. احنا هنا عملنا شكل اسلامي.
زي ما انتم شايفين اهو. بالشكل ده اهو. هاجي هنا الشرايط بتاعتي، هاجي كده هبتدي ان انا الزق كله ونرجع نكمل اختصارا للوقت. وبكده نكون انتهينا من شكل الفانوس بتاعنا بعد ما ركبنا القص واللزق بالشكل ده اهو. هنفتح الفانوس بعد ما خلصنا الفانوس بتاعنا بالشكل ده اهو. هنجيب الحشو بتاعنا، حتة فايبر او حتة قط المتاحة عندي، هحطها بالشكل ده اهو. وممكن انا عامل هنا في الفانوس ده اهو، عامل انا الشمعة زي ما انتم شايفين دلوقتي. دي وحدة الاضاءة بتاعتي اهي، عبارة عن لمبتين ليد بالشكل ده اهو. احط الفانوس بتاعي وهيبقى بالشكل الجمالي ده اهو. ويا ريت لو عجبك الفيديو يا ريت ما تنساش تدعمنا باشتراك وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد، مع تحيات اخوكم محمود المصري.